السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الكبدة الاسكندراني الأصلي، كبدة الفلاح الأصلي. المقادير: نص كيلو كبدة، عصير ليمونة، معلقتين خل، معلقة توم مفرومة كبير، ملح، فلفل اسود، كمون، شطة، كزبرة ناشفة. وهنقلب كل ده مع بعضه. وبعدين هيكون في طاسة سخنة على النار، هننزل فيها زيت غزير، هنحط فيها زيت غزير ونسيبه يسخن جامد. وبعدين ننزل عليه بالكبدة. على فكرة الكبدة ما بتتقلبش، احنا هنفردها بس في قلب الطاسة، واول ما تخش شوية كده على السوا هنقلبها، لان الكبدة لو اتقلبت بتفقد السوائل بتاعتها. بعد شوية هنديها تقليبة خفيفة كده، وهنكون محضرين عندنا 3 قرون فلفل رومي وقرن فلفل حراق، هنقطعهم وبعدين هننزل بيهم على الكبدة، بس بعد ما تستوي تكون الكبدة استوت هننزل بقى بالفلفل. بس قبل ما ننزل بالفلفل هنقلبها شوية عشان نتأكد ان كلها استوت وكلها بقت كويسة في السوا بتاعتها، والسوا بتاعها بقى كويس. هننزل بقى بالفلفل وهنقلب فيه شوية لحد ما يبقى لونه اخضر غامق، يعني يغمق بس يدبل شوية بس معاها. وبعد كده بالهنا والشفا هنقلب كذا تقليبة كده، وبالهنا والشفا، وهنطفي عليها. وبعد كده هنروح بقى نعمل الطحينة، واقول لكم مقادير الطحينة. الطحينة 3 معالق طحينة، معلقة توم صغيرة، عصير نص ليمونة، معلقتين خل، ملح، كمون، شطة، ومية مغلية معانا. الأول هننزل بالحاجات دي كلها من غير المية وهنقلبهم، وبعدين هننزل عليهم بالمية بالتدريج ونقلب. هتفضل تخف معانا لحد ما تدينا القوام اللي انتوا هتشوفوه ده دلوقتي. بس هو القوام ده كويس، لانها بعد ما بتبرد خلاص كده بتبقى خلاص، يعني بتتقل شوية، بتتقل عن كده، بتبقى هي نفس الطحينة بتاعت المحلات بقى. وده الشكل النهائي للطبق بتاعنا النهاردة للكبدة الاسكندراني، وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.